سانتوس، قدام يوتيرن سانتوس. خلصوا كل ده، دي هنا يرفعوا المنسوب بتاع الشنايش هنا اهو، بيرفعوه عشان يدوا طبقة أخيرة من الأسفلت. يعني قفلوا هنا وفتحوا هنا وفتحوا الناحية التانية، كل ده عشان يبدلوا وما يعطلوش سكة. طبعا هيتعمل طبقة كمان، فلازم تترفع الشنايش اللي على الجنب، فبيرفعوها دلوقتي، ومجرد ما تخلص هيبدأوا ينزلوا بالأسفلت في الاتجاه ده، ويبقى خلص. ساعتها بقى يبدأوا في تخطيط الطريق، الحاجات الأخيرة بقى، تخطيط الطريق ورفع رفع الحواجز دي كلها والكلام ده، وتنظيف بقى الحاجات الأخيرة. يعني هنبص بصة كده نشوفه وصل لحد فين موضوع الشنايش والتخطيط. الجو حلو النهاردة، يعني بالرغم ان الموج عالي شوية، بس جو حلو، في شوية هوا بس حلو. كل ده هيتشال الفاضل ده وتعمل نظافة بقى. ادي طبقة الأسفلت اللي هتعلى، أي شنايش هتعلى. يعني احنا قدامنا 3 أسابيع إن شاء الله، إن شاء الله تخلص الحكاية كلها. هي اللي لسه يعتبروا عايزة تحل شوية المنطقة بين بير مسعود وميامي، لأن يعتبروا لسه ما بدأوش فيها. السفلتة ما شاء الله حلوة، الطبقة الأخيرة. باين الفرق طبعا، الطبقة الأخيرة علوها قد إيه. بدأ المشروع بقى ياخد شكله النهائي اهو، بوابات خلصت واتدهنت ظبطت، باينة من هنا اهي طبعا. الإضاءة هتبقى جامدة، جزيرة في الوسط كلها مضاءة، وإضاءة على ناحية العمارات، وإضاءة على ناحية الشواطئ. هنعدوا الناحية التانية. والأرصفة اتدهنت اهي، البلدرات يعني خلاص في التكة الأخيرة.
حددوا حدود الحارات اهي في الأرض. هما بس لحد دلوقتي ما بانش هل هيعملوا حارة للدراجات والموتوسيكلات ولا مش هتعمل. لو كانت اتعملت كانت هتبقى مفيدة جدا للناس، تقلل الحوادث طبعا بالتأكيد يعني. منظر العام حلو. واحد بيقول الرملة دي ما كانوا اللي على الجزيرة دي أو على الانتركام عموما، الانترلوك عموما شكلها وحش وبتاع مش عارف ايه، فهي دي محدودة عشان الناس تمشي عليها تدكها. بعد ما يثبت الانترلوك بتتشال طبعا. وهي برضه في نفس الوقت طبقة حماية للانترلوك نفسه، لو في أي شغل بتاع كلام من ده، نقط أطران، فتافيت تبع الأسفلت كلام من ده زي الوضع ده كده، تحمي الانترلوك إنه يعني يتبقع وكده. المهم كل ده إن شاء الله هتبقى حلوة أوي إن شاء الله. ومش هنطوله، احنا كده ننقل الناحية التانية. جبنا المنظر العام، وسع الطريق. بيرفعوا منسوب الشنايش. خلاص واضح انهم بدأوا من ناحية سور المنتزه في الاتجاه التاني، فكل شنايش هيترفع منسوبها، يبقى المنطقة دي جاهزة على نزول الأسفلت. هانت 3 أسابيع نستحملوهم طول بالعرض تعدي. واحد كاتب لي امبارح في التعليقات يقول كوبري محمد نجيب مش هيخلص قبل آخر 7. بقول له إلا بقى لو تتعمل اشتغلوا 3 شيفت وزودوا الناس وكده، فربنا يسهل. هنشوف ايه اللي هيحصل الفترة الجاية. وعلى العموم كوبري محمد نجيب مش فاضل فيه كتير، الكاميرات بتاعته جاهزة تقريبا جاهزة، يعني بنسبة مثلا 99%، وشغالين في
التسليح فوق الكوبري وصب الخرسانة بعد التسليح. يعني اللي هيبقى فاضل ممكن يخلص في خلال ال3 أسابيع الجايين دول، بس طبعا عايز شغل مستمر في الفترة اللي جاية. والباقي بسهولة ممكن يخلص في ال3 أسابيع اللي جايين دول، بقية الطريق يعني، إلا المنطقة بتاعت من نادي السيارات لغاية ميامي، لأن دي هيتعمل فيها حوائط سندة بامتداد المسافة دي كلها، فلازم تاخد وقت طبعا. فهو لو زودوا الناس شوية اشتغلوا شفتين ولا حاجة تخلص خلال ال3 أسابيع دي. ونفس الوضع بالنسبة للكوبري محمد نجيب، ممكن يخلص برضو في خلال ال3 أسابيع اللي جايين دول، وربنا يسهل. والسفلتة من هنا لحد سانتوس في المنطقة دي ممكن تاخد لها أسبوع أسبوعين بالكتير، يعني برضو يخلص بإذن الله قبل ال3 أسابيع، قبل نص شهر 6. بس المنظر العام ما شاء الله جميل. هو ده النظام الحلو أوي، إن البحر مفتوح، مفيش عوائق، مفيش حاجة تحجب الرؤية، الكل كسبان، اللي ماشي على الرصيف واللي قاعد على السور واللي قاعد على الرملة واللي في البحر حتى الناس اللي في العمارات اللي أمام البحر، مفيش حاجة حاجبة البحر كمنظر عام يعني. فده كله جميل. بص المنظر العام عملناه. هنقفله كده. لا تنسونا في الاشتراك واللايك والشير، وإن شاء الله هنتابع مع حضراتكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع قناتكم قناة اسكندرية مع ماجد المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.